السلام عليكم اعزائي عزيزاتي، ومرحبا بكم مرة أخرى على قناتي، قناة أم الوردتين. اليوم شكل آخر، وصفة عزيزة عليا بزاف، وصفة كتفكرنا بالطفولة. هي وصفة كما كتشوفوا بطاطا الحلوة. بطاطا الحلوة معسلة بالزبيب والبصلة والقرفة. هذه في الحقيقة وصفة من وصفات التقليدية المغربية المحضة. نقدم لكم اليوم يمكننا قبل ما ننسى نفكركم بان يمكننا نقدموها كسلطه مرافقه لاطباق اخرى، كما يمكننا نقدموها كطبق رئيسي. انا اليوم نديرها لوليداتي كطبق رئيسي. للوصفه كنحتاجو بطاطا حلوه، انا عندي كيلو. عندي زبيب غنمشي دابا نفزقو. عندي بصله مشلضه. عندي عويد القرفه. ملح، توابل، ملح، ابزار راس المعلقه، معلقه مع مراش خرقوم، معلقه مع مراش سكينجبير. عندي غندير العسل، عسل حر او على حسب الموجود. نصب بزيت المائده، ونحتاج في الاخير زيت العود. نلتقي من بعد ما نقي البطاطا ونقردها لتتمه الوصفه. كما كتشوفوا البطاطا ديالي نقيتها، قردتها، كل واحد يقردها، ولكن هكا تعودنا عليها في الصغر بان كنقردوها قطع هكا باش كتبقى نيت شاده في راسها ما كتحلش. الان نبدا نصب الزبيب حتى هو فازك على رعايه الله. بسم الله. في الطنجره، هذه طنجره ماشي للضغط عاديه، غندير ملعقه الى ملعقتين زيت المائده. نرمي بصل مشلض هكا غليظ. نشعل النار. ملح. هو طبق حلو ولكن ضروري من الملحه باش ميجيش باسل. يلا نطيحوا البصله ديالنا شويه باش تلبي لنا المرق، ونكملوا النصيب ان شاء الله باذن الله. داك الساعه ندير البطاطا، الزبيب دقه واحده، وندير التوابل ديالي ونخليها طيب، نروي ونخليها طيب. غتلاحظوا معايا المراحل بعد ما طيح لي البصله. كما كتشوفوا البصله ديالي دبلات، بدات كتدبل. في هاد الاثناء ندير لوح البطاطا. الزبيب ديالي الزبيب كما كتشوفوا غنديرو في دقه واحده لان البطاطا دغيا كطيب. نبدا نصب. عندي الخرقوم معلقه كامله، سكينجبير معلقه مع مراش، شويه ديال الابزار شيئا ما، عويد القرفه. نسيت ما قلتلكمش، اما اللي عنده زعفران حر يديرو شعره، اللي ما عندوش ملون شويه. نروي بالماء لا طيب لي فيه البطيطه، ما تنساوش انها كتشرب. نفد ديك العطريه نخليها طيب. الحقيقه نزيد شويه د الماء باش تجي نيشان. نخليوها طيب، نسدو عليها ونلتقي في الاخير ان شاء الله باذن الله. غادي نلتقيو باش نزيدو العسل. ملي تقرب طيب غادي نزيدو خويط د العسل او معلقه د العسل، خويط زيت بلديه. في هذا الاثناء كما كتشوفوا المريقه ديالي غدا كتوكح. ها البطيطه باينه بانها بدات تطيب، بدات تاخذ اللون والطياب. نزيد العسل. غنزيد معلقه كبيره د العسل، المعلقه الاولى صغيره،
الثانيه. يمكن لكم اللي ما عندوش العسل، عسل حر او عسل عادي، ولا ما توفرش العسل يمكن لكم ديروا سكر خشن سنيده. ما نحركش البطاطا باش ما نحلهاش على ما توكح، ونزيدو خويط زيت بلديه وصافي نطفيو عليها. نلتقي بعد قليل. هاد الاثناء نزول عويد القرفه في يدو كما كتلاحظوا المريقه ديالي مثلا. ما نساوش باننا طيبنا البطيطه ديالنا على نار مهيله. في هاد الاثناء كما كتشوفوا وكحات لي المريقه. نتلاقاو نقدموا الطبق. دخل ما فيش هادي. إلا عجبتكم وصفة اليوم كالعادة ما تنسوش تعبروا على ذلك بالضغط على جيم بمشاركة الوصفة مع الأهل والأصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي. الناس اللي أول مرة يزوروا القناة ويعجبكم المحتوى كندعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد. كما كنقول لكم دائما ما تنسوش تخليوا لي تعليقاتكم، آراءكم كتهمني. في رعاية الله، نلتقي الفيديو المقبل إن شاء الله. إلى اللقاء.